الله حبيبي. يا حي الله الشيخ، والله شرفتونا. الطيب المبارك. لو تعلم كم لك في قلبي من محبة. الله يحييك ابو عمر. الشيخ عادل الهوي رفيق درب الثورة ورفيق الانتصار ورفيق البناء، ففي كل مراحل سوريا كان موجود معنا. الله يتقبل منك ويجزيك عنا وعن أهلنا كل خير، انت وكل أهلنا في الكويت. الله يبارك فيك. الله يحييكم والله. أسألك سؤال فيه شيء من الجرح. تفضل. بيوم بداية معركة رد العدوان أنت دفنت والدك، صحيح؟ صحيح، أنا دفنت والدي الله يرحمه الساعة 10:30 بالليل، وثاني يوم طلعت على المعركة الصبح، فعشت بصراع نفسي يعني في هذيك الليلة إنه أنا رح ضل ساوي عزاء لوالدي اللي يخفيه أو بدي أطلع على المعركة، فقلت إنه لو كان طيب كان قال يطلع على المعركة، فاخترت إنه أطلع على المعركة. إيه سبحان الله. وحتى ما رجعت لعنده لبعد تحرير دمشق، يعني لبعد شيء 10 ايام حتى زرت القبر، فانا كنت في دمشق قام جاني في المنام قال لي ليش ما بتزورني؟ الله والله العظيم لا اله الا الله. فرحت على ادلب زرت الله يرحمه. يعني. كنا هون ويجعلك مع النبيين والشهداء والصالحين يا رب العالمين، ويجمعنا واياك به وعلى في الفردوس الاعلى. وعلى فكره هو من اهل الكويت، عجيب. قعد اشتغل سنوات طويله، كان مهندس هو بالكويت، حتى انا كمان كنت في الكويت. حولي والسلميه وهي كلها بحسه كويتي والله. والله صار لي 14 سنه معه بس سكنت بحولي وبالسلميه وبهي المناطق، وان شاء الله قريبا من نروح على الكويت باذن الله. باذن الله تشرفونا، تنور الكويت بكم قريبا باذن الله. الله يحفظك شيخ. الله يحييك. الله يبارك فيك.